بتسمع عن التحكم في المشاعر؟ طب ما تيجي نفهمها. السلام عليكم، معاكم عبد الله الشوارع، وده برنامج تعال نفهم، وبدون اي اطاله يلا نبتدي. التحكم في المشاعر مهاره مفيش خلاف على انها مفيده وبنحتاجها في مواقف كتير، زي المواقف اللي بنبقى فيها قلقانين ومتوترين ومحتاجين نمسك نفسنا عشان نعرف نفكر كويس، او وهم المتعه اللي بناخده من مصادر غالبا بتكون مضره. لازم تكون عارف ان المشاعر استجابه مخ ومش عكس فكرك، بالعكس هي جزء منه. وعشان تتعلم المهاره دي لازم تبقى عارف الاول هي شغاله ازاي. فالفيديو ده ببساطة هقولك ازاي بتشتغل. هنمسك احساس بسيط زي الألم او الوجع، والمثال ان هشكك بدبوس. اللي بيحصل ان في نهايات عصبية مكان الشكة بتبعت رسالة للنخاع الشوكي، واللي بيعمل حاجتين اتنين: بيدي امر لايدك انك تبعد عن الدبوس اللي هو مصدر الشك، واللي بنسميه بالمناسبة رد فعل، وبيبعت باقي الرسالة للمخ، والمخ بيفهم ان ده وجع. وبالمناسبة يا صديقي، دي حاجة لا إرادية، لا أنا ولا أنت نقدر نتحكم فيها. للعلم مش كل الاحاسيس عندها رد فعل سريع زي الوجع، يعني حضرتك بتسحب ايدك قبل ما تحس وتفهم ان ده وجع اصلا، وكل ده بيحصل في اجزاء من الثانيه. سبحان الله. اللي بيثبت الكلام ده ان اغلب الناس مكان الشكه ممكن يجيله فيه رعشه، المفروض ان هو يفضل ثابت زي لما تيجي تاخد حقنه. فملخصا الاحساس بياخد معناه من المخ. فانت لو حابب تتحكم في فكره المشاعر دي، مش هتبقى من جسمك، هتبقى من بعد لما توصل الرساله مخك هتعمل ايه. ولو حابب تعرف احنا بنعمل ده ازاي، فاعمل متابعه للحساب واستنى كل جديد. كان معاكم عبد الله، سلام.